الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فعظمة الله لا يعرفها الكفار، وما قدر الله حق قدره جل وعلا، فالله بذاته أعظم وأكبر من كل شيء. فإذا ما عرفنا مخلوقات الله عرفنا من هو الله. إذا ما عرفنا مخلوقات الله عرفنا قدرة الله، عرفنا عظمة الله، حتى نعلم أمريكا والكفار أنتم تقاتلون من؟ أنتم تواجهون من؟ أنتم تعلنون الحرب على من؟ أنتم تعلنون الحرب على رب العالمين، ولله جنود السماوات والأرض. الله جل وعلا في ذاته وصفاته فهو رب العالمين. فإذا ما أردنا أن نتصور عظمة الله فلنتفكر في مخلوقات الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمن هذا الباب، باب التفكر في مخلوقات الله في السماوات والأرض لمعرفة قدرة الله، كما جاء من حديث الصحيحين قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء أي إذا ما رأيت مخلوقات الله العظيمة فتستدل بها على ذات الله العظيمة. إذا ما عرفنا وتدبرنا في ملكوت الله جل وعلا في السماوات والأرض، وهذا التفكر في خلق الله نستدل به على عظمة الله، أن تعبد الله كأنك ترى الله. هذا اليقين الذي يجب أن نستخدمه كجند في الأرض ضد أمريكا وضد بشار، بل وضد العالم الكافر كله. لا بد المؤمن يكون له يقين بالله، عقيدة ثابتة راسخة في عظمة الله جل وعلا. فنحن ما رأينا الله ولن يرى الله أحدا في الدنيا، كما طلب موسى هذا من الله. لا يستطيع موسى على هذه الطاقة، فتجلى الله للجبل فالجبل دك وخر الجبل، فكيف بموسى؟ الله سبحانه وتعالى أعظم مما نتصور، وليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. الله عظيم، الله كبير. إذا ما عرفت فقط خلق النجوم، فقط تدبر خلق النجوم حتى تعرف من هو الله جل في علاه. والله سبحانه وتعالى هذه الأراضين والسماوات، بل أقول السماء الدنيا، لأن ما عندنا علم في السماوات، نحن عندنا علم في السماوات الدنيا التي نراها النجوم والكواكب. هذه في ملك الله ما هي إلا حلقة في كرسي الله جل وعلا، وسع كرسيه السماوات والأرض. وما الكرسي في عرش الله ما هي إلا حلقة في فلاة، والله أعظم من العرش جل وعلا. هذه عظمة الله، لا إله إلا الله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن في غزوة بدر، وكان عدد الكفار 1000، وكان عدد المسلمين 300 ونيف رجل. الله سبحانه وتعالى أمدد المسلمين ب5000
ب5,000 من الملائكة. أمدد الله المسلمين في غزوة بدر، فإن كان جنودهم طائراتهم فجنود الله الملائكة، والملك كما جاء في الحديث الصحيح جبريل عليه السلام له 600 جناح لا نراه، الله يعلمه، رآه النبي 600 جناح، الجناح الواحد يغطي ما بين السماء والأرض. الله أكبر. نحن مع الله وهم مع الشيطان، لا نخاف منهم لا نهابهم، ولينا الله والله ولينا ولا مولى لهم. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه عقيدة المؤمن. الموت لا يتقدم ولا يتأخر، كتب الموت في اللوح المحفوظ وأكد عليه في الرحم، فلا يتقدم ولا يتأخر. هذه عقيدة المؤمن. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.